ايه الاخبار يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جاهزين للامتحان؟ بابا وماما ايه اخبارهم؟ جاهزين ولا مذاكروش؟ معلش يا بابا وماما، حقكم عليا ان انتوا لسه بتمتحنوا لغايه دلوقتي. خليكم معايا عشان تشوفوا اللعبه دي هنلعبها ازاي. بابا هيجيب ورقه وهيقسمها لثلاث خانات، هيكتب فيها اسم ثلاث فواكه. بابا بيحب فاكهه مثلا المانجا، هيكتب ان اسمه مانجا. ماما بتحب مثلا الفراوله، هتكتب ان اسمها فراوله. الولد او البنت اللي هيمتحنوا او هيلعبوا بيحبوا مثلا الموز، يكتبوا ان اسمهم موز. وبعد كده الورقة دي هنقسمها بالعرض ل10 خانات، كل خانة هي محاولة، وكل محاولة هناخد فيها درجة. الدرجة دي هتبقى على حسب السرعة بتاعتنا في الإجابة بتاعت السؤال. كل واحد هياخد درجة من 10. متفقين؟ خدوا بالكم، معاكم 10 ثواني بس. السؤال الأول: مين فيكم بسرعة يقدر يجيب لي نغمة الفا بتاعة الأكتاف الأولاني؟ برافو عليكم، دي نغمة الفا بتاعت الأكتاف الأولاني. أنا جبتها إزاي؟ أدي أول أكتاف، أدي دو ري مي فا. طب لو الأكتاف التاني هيبقى هنا، لو الأكتاف التالت هيبقى هنا، وهكذا. أنا مش هشرح، ركزوا علشان تجاوبوا حلو. أنا عارف إن هيبقى فيه خناقات بين بابا وماما، ربنا يستر. طيب السؤال التاني، وركزوا علشان تكونوا بسرعة. مين فيكم يعرف يجيب لي بسرعة نغمة الري بتاعة الأكتاف التالت؟ برافو عليكم، دي الري بتاعة الأكتاف التالت. السؤال اللي بعده: مين فيكم يعرف يجيب بسرعة نغمة السول بتاعة الأكتاف الرابع؟ ركزوا كويس. عالم سمسم عالم سمسم عالم سمسم تحت سمسم دنيا كبيرة 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 قد الدنيا فيها بنرسم وشمسمسم ويتبسم بسمة كبيرة. برافو عليكم، دي السول بتاعة الأكتاف الرابع. السؤال اللي بعده: مين فيكم بسرعة يقدر يجيب لي نغمة السي بتاعة الأكتاف التاني؟ سمسم عالم سمسم عالم ضم كل العيلة بخيط ولضم عالم عصر الصورة عالم سمسم كل ما نعرف أكتر نكبر أكتر. شطار، برافو عليكم، دي نغمة السي بتاعة الأكتاف التاني. خدوا بالكم الوقت هيقل ل5 ثواني، خليكوا أسرع. نغمة المي بتاعة الأكتاف الخامس. سيبوا نرقص سيبوا نرسم بكرة الزرع هيطلع ويا الشمس عالم عالم سمسم عالم عالم سمسم سمسم. برافو عليكم، اللي عرف يوصل في مدة 5 ثواني للنغمة دي يبقى شاطر قوي، برافو. نغمة اللو بتاعة الأكتاف الرابع. الدنيا نزهها الخلاص مش عارف يعمل ايه ماما وبابا وبيكي دول دايما تعبينه ليه. برافو، دي نغمة اللو بتاعة الأكتاف الرابع، شطار. طب نغمة السي بتاعة الأكتاف التالت؟ وسطيهم عايش زي ما انت عايش خلاص بقى وسطيهم عايش ولا احلى وكده بيحق. برافو شطار، دي نغمة السي بتاعة الأكتاف التالت. نغمة الري بتاعة الأكتاف الخامس. خلاص بقى وسطيهم عايش خلاص يا ناس بقى اللي شاور عليك. شطار، دي نغمة الري بتاعة الأكتاف الخامس. ركزوا كويس عشان فاضل 3 أسئلة، كل سؤال فيهم 3 ثواني بس. أول سؤال: نغمة الري بتاعة تاني أكتاف. شطار.
شطار، نغمة اللا بتاعت 5 أكتاف. شطار. طيب نغمة الدو بتاعت 3 أكتاف. برافو عليكم، شطار خالص خالص. أتمنى تكونوا نجحتوا في اللعبة من غير ما تخموا في الدرجات زي ما معظم أولياء الأمور ما بيعملوا. أشوفكم الحلقة الجاية في ذا بيانو بارتي. باي باي.